السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طيبت شوية رز أزعر بالدجاج وحبيت نبارتاجي معكم الطريقة. ما خذاش مني برشا وقت، ساعة غير ربع الكل بالتحضيرات بكل شيء. والمميز في الرز هذا إن فيه طعم ممتاز بصراحة. طيبته انديري نحضر في كبسة. طرق برشا طيبت بها الرز، مي الطريقة هذه أفضلهم والنكهة أقوى وهذاك هو، تو تشوفوا وتجربوا وتعطوني رايكم ان شاء الله. فضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه. خذيت رطل روز رطلو شوي. ما خذيتش قياس بالباهي، الحصيلو روز بسمتي. واللي ما عندش البسمتي يستعمل اي روز باش نفخه في شوي ماء، برشا ماء مش شوي ماء، خليه يتنفخ حكاية 4 دراج، حكاية نص ساعة. وبعد باش نوصله ونحي لك النشاء يخرج منها برشا ابيض. نوصله بالباهي خاطر النشاء هيك هو المسؤول معناتها انه الروز ممكن يعجن منك. هذاك هو، خلوه يرتاح لو طون اللي نمشي نحضر فيه الدجاج. خذيت الصدر متاع الدجاج باش نقصهم دي كيلو صغار، والكمية على حسب الروز اللي عندك وحتى على حسب الموجود، هذا مش بالضرورة معناتها يكون برشا، كل حد وقديش يحب يعمل، كل قدير وقدره. حسيلو هذايا دجاج باش نقصهم دي كيلو صغيرونين، وباش نستعمل حلة الضغط اللي هي كوكوت. وكل حد كيفاه زادا، حتى ما تحبش تطيب في حلة طيب في كسرونة عادية، راهو عادي جدا معناتها، هكا روز وهكا روز عادي. جويس برك هذايا للسرعة وهذاك هو. خذيت زيت زيتونة وحكيت كيس ديراليه، كيس وشوية، باش نحط الدجاج يتقلى شوية، وباش نحط لفاحات. لفاحات حط اللي عندك، زعتر وكليل، تابل وكروية، زنجبيل، زعفران، كركم، ملح، ثوم بودر، اللي عندك الحصيل. المهم حاجات المتعلقة بفاح الدجاج زادا كيف أي حاجة متعلقة بالدجاج. مثال عودين، مش عودين سامحوني، شوية هيل، الجود من الموجود. معناتها هي كلها في الاخر، حتى كان حطيت نوعين ثلاثة باش يفوا بالغرض. ولكن انت كي زادا كان يبدا عندك الحاجات هذه حطي مغيرفة من كل نوع، وكافيين انهم يعطونا معناتها صوص ازعر ممتاز جدا. جيس التابل والكروية كمية قليلة بركة باش ميجيكمش معناتها قوي وكاو. واللفاحات ما يتقلوش برشا، جيست شوي باش ما يتبدلش مطعمها. الماء كما شفتوا ما حطيتش برشا، حكاية نص لتر، ما نحبش تجي هكا متميسة. وزيدي هي باش تطيب في الكوكوط معناتها ما تاخذش برشا وقت. التختوخ اللي حاجتنا بيه ما فيهش برشا ماء، معناتها كونتيتي صغيرة. ونمشي نغسل الروز متاعي، نحيت النشا غسلت بالباهي. حطيت كسيرينة ماء على الغاز، الماء متاعها باش يغلي، وني نحط الروز أنا استكترته وأموره واضحة نظيف ما فيش نشا. المهم باش نطيب هكا الروز وحاجتنا بيه معناتها مش طايب، حاجتنا نعطيكم بالبورسنتاج حكاية 80%، معناتها ما يطيبش 100% الروز. وهذاك هو لازم الكعبة تكون صحيحة شادة روحها، ما يتهراش، رد بالكم خاطر راهو بعتلي الكوكوت راهي معناتها كوكوت ولا حتى عادي راهو يمشي يتهرى منكم. المهم حكاية 80% ناقص شوية، معناتها ناقص سنة صغيرة طياب. ونصفوه على جنب وخلوه يرتاح حتى تحضر الصوص، ونكملوا مع بعضنا. هو حتى تصفيه معناتها وتخليه على جنب حتى بسخانته يطيب، هكا علاش نقول لكم حاولوا كيفاش معناتها يبقى صحيح وناقص طيب. وهذه صوص الدجاج حاضرة، انديري تختوخ كما قاعدين تشوفوا. وفيه شوية ماء ماهوش ياسر، فيه ماء راهو مش معناتها ماهوش شايح، حكاية معناتها ثم كاسين ونص ماء هكا. ونزيدوا عليه الروز وما نحركوش، سامحوني ما نحركوش جي سكن، وما نضغطوش عليه زادا،
جيس نسووه ونغطوا الكوكوت، وإلا حتى الكسرونة كان طيبت في كسرونة عادية. جيس بركة كان في طيبت في كسرونة عادية، حط عليها مهراس، حط حاجة ثقيلة فوقها باش ياخذ معناتها باش ما يخرجش الباخ منه ومنه البخار منه ومنه، خاطر كول باش يطيب. هكا هو غطيناه. حكيت 4 دراج 5 دراج، ما تمسيش ما تجيش على حالة. وفي الأثناء قلينا شوية لوز في الزبدة، والزبيب حطيتها زادة في الكوكوت في دقيقة 90 زادة باش يطرى. وهذاك هو. وديما الجود من الموجود، عندك حط ما عندكش معناتها عادي جدا، مش بالضرورة نعملو لوز. وتويكا باش نشوفوا الريزلتا. شوفوا ما شاء الله، فرجوا شوفوا ما شاء الله الصوص كيفاش باش الروز كيفاش باش يشرب الصوص، ما شاء الله. معناتها والله قد ما نحكي لكم الريحة مش عادية، والطعم زادة كيف مش عادي. تحسها معناتها حاجة واو. ما شاء الله معناتها روز نثري خفيف ريشة، بعد هكاكا ما عادش عاد. وهذاك هو نزينوه الفوق بشوية اللوز بشوية الزبيب ونقدمه. واللي يحب يزيد دجاج في الفور ولا دجاج روتي على كيفكم. بالنسبة لي درت شوية طاجين، عملتهم في المول انديفيديال كل حد واحدة، وهكا. والحمد لله والشكر لله. شكرا لكم على المتابعة، لايك وسبسكرايب القناة. شكرا على المتابعة، دمتم في حفظ الله. قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مس الأيادي. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مس الأيادي.